السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو سنجاب العسيري وحكاوي زمان وأمثال زمان. النهاردة هنحكي لكم عن موضوع بالنسبة للفرن والطنبور. في يوم من الأيام كان الجو شتاء وسقعة وبارد، والزرعيات بتوعنا عطشوا، فإن المية تجيبهم بالطنبوشة ما نفعش، فرحنا مركبين الطنبور وعملنا طنبوريا، يعني طنبور يناول طنبور، يعني هي طنبور مناول، يعني الطنبور ده ياخد من المية ويدي التاني ياخد منه التاني. وقعدنا نسقوا والدنيا برد، والبرد كان برد قري، برد ساقع جدا. وبعد كده زقيني وخلصني، والواحد بعد ما خلص والهواء كان ضارب طلع يقدقد من البرد، كان البرد برد قري. بعد كده روحنا وشلنا العدة وشلنا الطنابير وشلنا الحاجة دي، وروحنا. الواحد روح يتنفس زي القصلي من شدة البرد، ورجليه محطوطة في المية علشان يدور الطنبور. وكانت أيام سقعة، ولا في مكان ولا في حاجة في غير طنابير الطنبوش أو الطنبور والحاجات اللي زي كده، والعود اللي هو الشدوق. فكان يوم يتكتب في الكتب من شدة البرد والسقعة، وطلع الواحد يمشي ما حسسش رجليه من كتر السقعة وهو ماشي. ومروحين وشلحت على الحمارة وروحني، وخدت الطنبور قدامي. وبعد كده روحت البيت، كانت في البيت مولعين الفرن علشان يخبزوا، فكانت أحلى فرصة بالنسبة لي. ورحت داخل على الفرن عدل، ورحت رافع الجلابية وخدت عب دفي. وبعد ما خلص الخبيز قعدت على الفرن من فوق قريب من الكوة، ومدلدل رجلي علشان يدفوا. كانت أيام حلوة وسعيدة، وعود علينا وعليكم الأيام بخير. وده أيام الشتي كانت باردة زمان، والفرن دي كانت في الشتاء تجمع حواليها كل الحبايب في البيت، واللي يتدفى على الفرن واللي قاعد جنب الفرن متأنس بالدفى بتاعها. وكانت تمام التمام، حتى الأكل والعشاء والكل ده كنا جنب الفرن، نقعد على طول جنب الفرن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان معكم أبو سنجاب العسيري وحكاوي زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.